بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم في تحديد أيام الحجامة، فقال فيها: من احتجم ل17 من الشهر و19 و21 كان له شفاء من كل داء. وحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. الحجامة هي عملية بيستخرج بيها الدم من نواحي الجسد. الحجامة طبعا ليها العديد من الفوائد والعديد كمان من الأنواع اللي هنتكلم عنها بإذن الله تعالى. منها الحجامة الرطبة، والحجامة الرطبة بتساعد على التخلص من الدم الفاسد والسموم الموجودة في الجسم. حديثنا النهاردة بإذن الله تعالى من برنامج قوارير عن الحجامة، ما هي وما أنواعها وفوائدها، مع ضيفتنا دكتورة سماح الحصري، أخصائية التغذية العلاجية وأخصائية الطب التكميلي والحجامة. السلام عليكم دكتورة سماح، وأهلا ومرحبا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة ندى. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية قبل الحديث عن أنواع الحجامة وفوائد الحجامة واللي قالوا عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أعطينا تعريف واضح ومبسط لكل المشاهدين عن الحجامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجامة هي عملية مص أو شفط للجلد لتخلص من الدم. هنقف جنب كلمة تحت دم فاسد، حضرتك قلتيها مفيش دم فاسد للإنسان. لو في دم فاسد للإنسان الإنسان هيموت. مفيش حاجة اسمها دم فاسد، في دم محمل بالكرات الدم الهرمة والشوارد الحرة والسموم الموجودة في الجسم. بما أن الجلد هو مصفة الجسم، كل السموم وكل الحاجات الكيميائية أو كل الشوارد الحرة بتكون تحت وجه الجلد. تحت وجه الجلد بيحدث خربشة بسيطة أو تشريط خفيف جدا جدا، بنسحب بيه الدم المحمل بالسموم. تمام. طيب، أصل الحجامة من السنة. كثير من العلماء تحدثوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحتجم، واتكلموا عن أنه قام الحجامة أكتر من مرة. فخلينا نتكلم عن أصلها من السنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحجامة هي أصلا ده أصل السنة، وهي أصلا من الطب القديم. بس مم. الطب القديم السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ميز الحجامة بالتشريط. يعني الطب القديم أو الطب الحديث أو الطب الصيني، أي جميع أنواع الطب أو جميع أنواع الأديان، الحجامة كان عندهم شرط فقط، الحجامة الجافة فقط. مم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ميز الحجامة عند المسلمين بالتشريط، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وإن أنهى أمتي عن الكي. مم. يعني الحكمة في الحجامة اللي هي الحجامة السنة، مم. الحجامة اللي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسرعت بي بملء من الملائكة إلا قيل مر أمتك بالحجامة يا محمد، عليك بالحجامة يا محمد. مم. فالحجامة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها بالتشريط ليلة الإسراء والمعراج. مم. كل ما مر على مجموعة من الملائكة يمروا بالحجامة أو ينصحوا بالحجامة. مم. فالحجامة هي هنقول سنة أو طب نبوي أصيل أو طب الأصيل أو الطب الشرعي أو الطب اللي ربنا سبحانه وتعالى أوحى لنبينا صلى الله عليه وسلم. كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أرسل له فهو وحي. فلما مم. الحجامة تيجي على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو علاج فعال وآمن، وعلاج ملوش أي آثار جانبية غير أخطاء بتحدث من الأخصائيين أو العاملين في الحجامة. مم. تمام. لكن هي الحجامة نفسها ملهاش مشاكل أو أضرار لسه هنتكلم عنها، ولكن لو حدث شيء بيبقى من الحجام نفسه هو اللي بيخطأ فيه. نعم. تمام. طيب، خلينا ننتقل بقى لأنواع الحجامة. احنا بنسمع دايما الحجامة وفوائد الحجامة والأمور الجميلة والعظيمة اللي احنا لسه هنتكلم عنها من فوائد الحجامة، ولكن خلينا نتكلم عن أنواعها. هل هي نوع واحد معروف بالتشريط وبالكاسات اللي معروفة، ولا ليها العديد من الأنواع؟ هي كحجامة في الشرع أو في السنة، زي ما حضرتك تكرمت وقلت إن الحجامة
اصل في الطب النبوي او طب على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، هي عليه الحجامه الصلاة التشريط او الدمويه، اللي هي الترشيط الخفيف جدا جدا السطحي الذي لا يذكر. اللي هي اما الرطبة، يعني اللي انواع بتسمى الحجامة الرطبة. هي الراتبه او التشريطيه، نعم الراتبه او التشريطيه، هي الحجامه تمام. الراتبه او التشريطيه. مم. فهي دي اللي ذكرت في اصل السنه. اما انواع الحجامه اللي هي مع اجتهاد العاملين وكانت قبل الاسلام، الحجامه جافه، حجامه دمويه، لا الدمويه احنا قلنا عليها التشريطيه، حجامه مم. جافه، حجامه مساجيه، مم. حجامه اعشاب، حجامه مائيه. في انواع كتير جدا جدا في حجامة تسخيفيه. تجميلية. لكن التجميليه لسه هنقولها طبعا. مم. اكيد الحجامه التجميليه من الحاجات الممتازه جدا جدا، اه. واحنا اتكلمنا عليها قبل كده مع حضرتك. ليها مم. ليها مميزات كتير جدا جدا مم. وممتازه، لان ليها فوائد كتير جدا ما شاء الله مم. وملحوظه من مم. اول جلسه. لكن احنا هنتكلم دلوقتي ان احنا حضرتك كرمت قلت عليها الحجامه التشريطيه او الحجامه اللي فيها تشريط خفيف جدا جدا جدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرط محجم. يعني الحكمه يا استاذه ندى مش كميه الدم اللي بتخرج مم. او عدد الكاسات اللي بنعملها. سبحان الله، الحكمة والهدف من الشرطة نفسها، فكل شرطة ليها أثرها على الجسم. مم. طب دلوقتي يا استاذ سماح، في بعض الناس يعني بتطمن ان الحجامة مظبوطة وتمام التمام لما بيطلع منها دم كتير، ويبقاش دم كمان بس سائل كده، لا بيبقى في بعض التكتلات كده، فده بي يعني بيطمئنوا ان معناها كده ان الحجامة تمام، وان كل الدم اللي خرج ده يعني خلاص هيبقى بعدها في شفاء او في راحة. وان لو ما خرجش دم او دم بسيط، هو طبيعي لازم هيخرج دم، بس يبقى دم بسيط لونه فاتح، فالناس تقول لا الحجامه كده واضح ما كانتش جيده. تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ هو سؤال حياتك ممتاز، بس هي الحجامة عامة كمية الدم بتخرج مرات بتبقى حسب التشريط، لأن السنة ده بيجي لنا حالات عندها تشريط عميق جدا جدا كأنها عاملة عملية جراحية، أو مش ياه. بمشرط أو بموس، دي سكينة بقى حادة، ياه، فبيبقى باينة ده جدا بيبقى جدا، خطأ معناها كبير فيها بقى من دم اللي عامل طبعا. الحجامه. اكيد اكيد. امم. فكميه الدم، لو في ناس كتير بيعملوا حجامه وتقول لك انا جبت كميه دم كتير وتبقى مبسوطه جدا، ودي من ايوه. الاخطاء جدا جدا. مش عايزه اقول لحضرتك بعد كده بيجي لهم تمثيل غذائي بعد الحالات اللي اتعرضت علينا، بيجي لهم مشكله وبيقعدوا فتره على السرير مش قادرين يتحركوا بسبب كميه الدم اللي خرجت. امم. مش كميه الدم التشريط طبيعي. لو تشريط طبيعي وكميه دم خرجت او تشريط خفيف جدا جدا، يبقى ده سموم خرجت من الجسم. اما لو امم. التشريط معدي الطبقه الاولى من الجلد الطبقه السطحيه اللي هي التشريط الخفيف جدا جدا، لدرجه كمان بنعمله في الوجه ساعات من التشريط الحجامات التجميليه، ايوه. يبقى ده للاسف خطا من الحجام اللي بيعمل. وفي بعض الاخصائيين بيعمقوا التشريط كل شويه عشان يجيبوا كميه دم كتيره عشان خاطر المريض ينبسط بكميه الدم اللي بتخرج، وده خطا امم. طبعا. امم. بالظبط. وفي ناس كمان مش بتتحمل كمية الدم الكبيرة اللي خرجت، خصوصا لو عامل مثلا على مساحة كبيرة، مثلا الظهر كله او كده، فممكن بعض الناس بتفقد التوازن، يغمى عليها، تتعب جدا، فبيحصل نتائج سلبية كتير بعد التشريط بشكل خاطئ. طيب هنتكلم نعم. بالتفصيل عن اشهر انواع الحجامة. يعني مثلا احنا قلنا الحجامة الرطبة او الحجامة التشريطية، حضرتك قلتي هي الاصل والاساس في في الحجامة. فين؟ طيب في الاسلام. طيب خلينا نشوف بقى مع حضرتك مثلا نوعين او ثلاثة من انواع الحجامة المشهورين جدا. نعم، هي قلنا الحجامه حضرتك لو شفتي مثلا البلاد الاوروبيه دلوقتي احترفوا بالحجامه وبيعملوا بيها، وكمان التامين الصحي بيشجعهم وبيعملوا تامين صحي بالظبط. وكمان بيعملوا لعيبة حجامه الكورة، تبع. يعني احنا شفنا في بعض لعيبة الكورة جابوا صورهم ان هم باين على ظهرهم ان هم عاملين الحجامة، ولما اتسألوا ايه ده قالوا ان دي طريقة معينة. طبعا ما قالوش ان دي الحجامة، قالوا دي طريقة بكاسات الهواء يعني بتجدد لينا الهواء، الطاقة. نعم. نعم نعم. كاسات الهواء بيعملوها، لكن اوروبا او اي ديانه تانية، اي ناس تانية بيشتغلوا بالحجامه غير الاسلام، بيبقى حجامه جافه اللي هي كاسات الهواء، امم. شفط او سحب للهواء، وبتقعد ايوه. بتنقتين لثلاثه وبتتنقل مكانها بعد التدليك. بالنسبه للعيبه الكوره او لعيبه الاولمبيات والبلاد الاوروبيه، بالنسبه للبلاد الاوروبيه ابتدأوا يدخلوا الحجامه الجافه اللي هي مش الرطبه لشغل العلاج الطبيعي او دكاتره العلاج الطبيعي، يبتدوا انهم يعملوا كاسات هواء وبيعتمدوها في العلاج الطبيعي بعد المساج.
واما لعيبه الكوره بيستعينوا بالحجامه لتقويه الجسم وتنشيط الدوره الدمويه، اللي هي الحجامه الجافه. مم. وكمان بيستخدموها عشان يخلوا الاكسجين النقي يدخل الجسم فيساعد على نشاطهم والحركه اي وقت المباراه. مم. تمام جدا. طيب، بالنسبة للحجامة التجميلية واللي كتير من النساء والبنات بيسألوا عنها، في اللي يعني نفسه يعملها قوي بس خايفة ان انا اعمل حجامة تجميلية وشي يتشوه، ممكن يحصل لي مشكلة. بعض الاشاعات اللي بتطلع على الحجامة انها ممكن تسبب بعض المشاكل في الوش، الاثر بيبقى كبير. فكلمينا عن الحجامة التجميلية. هي فوائد الحجامه التجميليه ما شاء الله لا تعد ولا تحصى على الحالات اللي احنا عملناها او طلعت ظهرت معانا. ما شاء الله بتأخر التجاعيد تماما، بتشد البشرة، بتفتحها درجة أو درجتين، بتوهج البشرة. ما شاء الله ليها فوائد كتير جدا جدا. يعني بدرجة إن هي بتعمل إضاءة البشرة أو تنوير البشرة بعد جلسة الحجامة مباشرة. مم. لو في بعض الحالات ما بتحتاجش تشريط خالص، احنا بنعملها مساج او بالحجامه مع بعض ترطيب البشره الاول بالزيوت المناسبه لكل بشره. مم. بعد كده في بعض الحالات بنضطر ان احنا نعمل لهم تشريط خفيف جدا جدا اللي هو لا يذكر. مثلا اللي عندهم جيوب انفيه بنعمل لهم في البشره في الوجه، مم. عند الانف وفي الهامه. مم. طيب بالنسبه للناس عندهم تجاعيد كتير او عندهم كمان كلف او النمش، عارفه يا استاذه بقى ندى، بعض الحالات اه، بيبقى عندهم الكلف مؤثر جدا على وجههم، بيدي لون ولون، تلاقي البشره بالظبط. لون ولون بالظبط. فاتح ولون غامق. بعض مم. الحالات الحبوب، حب الشقق والحبوب بتاثر على الوجه جدا جدا وبتسيب اثار. بعد الحجامه ما شاء الله مباشره ثاني يوم او يومين بتنتهي، بتختفي تماما. ويعني بعض الناس بيحسبوا اللي عامله حجامه بيظنوا ان هي عامله بوتوكس او فيلر او عامله عمليه تجميل مم. بسبب ما شاء الله جمال البشره اللي بينزل اه. عليها بعد الحجامه. طيب، تتعمل كل قد ايه الحجامة التجميلية؟ مثلا مرة في الشهر، مرة كل شهرين؟ ده حسب كل حاله، ده بالنسبه للحجامه التجميليه عشان احنا ما اتكلمناش على التفاصيل في اللقاء ده. فحسب كل حاله بنعمل لها الحجامه بتاعتها. مم. وبنصح ان هي الحجامه بالاخص لو فيها تشريط، ما فيش اي مريضه او اي مراه مم. تعملها عند اي حد. يعني التشريط ليه اضرار، مش اضرار ومش سبب الاضرار بتاعه العاملين زي ما احنا قلنا، لان مم. اضرار المختصين او الاخصائيين الحجامه للاسف آه، كتير، اه، بسبب للأسف عدم الشديد. الفهم وعدم الوعي وعدم الامانه، فبتعمل اضرار كتير. طيب، خلينا نتكلم بقى عن طريقة الحجامة. طريقتها بتكون ازاي؟ وايه الأدوات اللي بتستخدم فيها؟ تمام، هي الحجامه عامه بيكون مساج خفيف على بالزيوت المناسبه او زيت الزيتون عامه. مم. وبعد كده بتعمل مساج. بنجيب الكاسة حسب حجم أو مم. الموضع اللي هنعمل فيه، وابتدي يعني اللي نحط مع حضرتك دي الكاس. دي أكبر مقاس، أعتقد دي الكاسة اللي بتتحط دي مقاس على. سبعة، دي مقاس سبعة، نعم دي سبعة. مم. في من أول صفر لحد سبعة، في أصغر مم. مقاس كمان. بنبتدي بنعمل تشريط، بنعمل شفط أو سحب للجلد، مص الجلد خفيف جدا جدا لا مم. يذكر. وبعد كده واحد مرتين، أو بنشفط كمية قليلة جدا من الجلد، وبعد كده بنبتدي نسيبها من دقيقة لدقيقتين. مم. بعد كده يتم التشريط الخفيف جدا جدا، بنشرط وبعد كده بنرجع الكاس تاني، يبتدي نخليها تاخد كمية الدم المناسبة لكل جسم وكل حالة. طيب، الأحجام يعني حضرتك قلتي في من 0 ل7 تقريبا في نعم. المقاسات. كل نعم مقاس له جزء معين في الجسم؟ أكيد، حسب مم. السن كمان. يعني احنا ساعات مرات يعني حسب السن وحسب الموضع وحسب المكان اللي بنعمل فيه وحسب كمية الدم اللي احنا عايزينها. هو ده كله بيبقى فاهمه المختص الفاهم أو الحجام الفاهم، بيفهم يعمل كل مكان كل مقاس للموضع المناسب ليه. مم. طيب، الكاسة الكبيرة دي بتبقى بتتحط على الظهر، على الجزء الكبير من الظهر. الأصغر عند منها الكاهن يعني. مثلا. نعم. اتفضلي. يعني في اكبر من كده كمان، ده بيكون عند الكاهن اللي هي الفقره السابعه على اساس موصى بيه، اللي هو مم. اساسا في مواضع ذكرت في السنه السنده او مم. اساسا محتاجه عليها. الكاهن والاغدعين دول اساسي، دول أساسي في بيتعملوا في الحجاب. الحجامه. مم. نعم. بنحط لها اكبر حجم لان سبحان الله الموضع بتاع الاغدعين الكاهن اللي هو سابع فقره تقريبا، بنبدا من عند منبت الشعر
ده مكان سبحان الله ما فيهوش اي حركه، ما فيهوش قدرتش حركت جسمك تماما سبحان الله. بتحس ان الحركه ضعيفه جدا، حتى لو عملتي رياضه شلتي اشياء كتير، المكان ده الوحيد اللي هو بين في لوحه بين الكتفين ما بيحصلش اه. فيه اي حركه، الانسان ما بيعرفش يحركه. فسبحان مم. الله الدم بيكون راكد فيه جدا، وهو الشبكه الموصله للجسم كله. ايوه. فده افضل مكان لازم نشتغله في اول الحجامه، اول ما نعمل الحجامه نشتغل عليه هو اكيد، لان هو بيعالج معظم الامراض تقريبا باذن الله. بإذن الله. طيب خلينا نتكلم بقى عن وقت الحجامة المحدد في الشهر. هل ممكن أعملها في أي وقت؟ يعني أنا مثلا حاسة إن أنا تعبانة فعايزة أعمل حجامة، هل في أي وقت في الشهر؟ هل الحامل ممكن تعملها؟ هل الحائض؟ هل النفساء ممكن تعملها؟ فكلمينا عن الوقت المحدد والحالات المحددة كمان. تمام. احنا دلوقتي سؤال حضرتك ممتاز ما شاء الله. احنا دلوقتي يعني هنتكلم على ايام الحجامه اللي هي التشريطيه، امم مش هنتكلم الحجامه الجافه بتعمل في اي وقت اللي وفي هي اي ميعاد ومفيش الأساسية. مشكله. اللي هي الست بتاعتنا اللي هي بتاعت اللي ذكرت في السنه. اه. الحجامه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم 17 19 و21 كانت له شفاء. يعني بيحتجم 17 و19 و21 شهر عربي امم كانت له شفاء. طيب هل امم بقى كل مريض او كل حد عنده صداع او عنده الم في الجسم ينتظر الايام اللي ذكرت في الحديث؟ لا امم طبعا. كل مريض حسب حالته. يعني انا جالي صداع شديد احتجم، امم جالي بس طبعا بعد ان انا اعمل تحاليلي وكشفي وفحوصاتي. لو اضطر مهم جدا ان انا اعمل كده، ان انا اعمل فحوصاتي وكشفي لو المرض تكرر معايا. لكن انا لو عندي صداع، عندي الم في الجسم، عندي الم في المفاصل، امم عندي اي شكوى في الجسم، لو عملت الحجامه، لان الحجامه يعني سبحان الله افضل واعلى مسكن، امم بتسكن الالام. بالظبط. سبحان الله الحجامه العلاج الوحيد الامن، الوقائيه والعلاجيه. يعني انت عايز تتعافي من الامراض وما يجيكيش امراض باذن الله، اعملي امم حجامه. امم لو انت عايزه تعالجي هتعملي حجامه. لو انسان عايز امم في الايام وضع الاوقات اللي فيها دلوقتي مالها فيروسات وامراض ومواد حافظه، بالظبط والاكل بتاعنا بالظبط. مش مظبوط، والقلق والتوتر. نسأل الله العفو احنا عندنا والعافية ما يا شاء رب. الله العيان كلها، الناس كلها عندها قلق وتوتر. وبعض الناس امم بس اعوذ بالله بيشعروا بالاكتئاب، وبيشعروا بالتعب والخمول والكسل والامراض دي كلها اللي هي امراض ايوه العصر اللي احنا موجودين فيها. ايوه. فعلى اسرع علاج وافضل علاج الحجامه. امم الدراسات اثبتت كمان انها بتعالج الاكتئاب، الدراسات اثبتت انها بتعالج الالم، بتعالج امم الامراض النفسيه، امم بتعالج الامراض العصبيه ما شاء امم الله، هل بتظبط جهاز صحيح ليها المناعه اللي علاقة صعب. بعلاج الوسواس القهري يا أستاذة سماح؟ ما بقول لحضرتك الحجامه ليها امم اثر في كل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: امثل ما تويتم به الحجامه. فاهمه يعني كلمه اه امثل؟ اه. افضل ما تويتم به الحجامه. الرسول امم صلى الله عليه وسلم بيقول: شفاء امتي في ثلاثه. ما حددش يا استاذ ندى، شفاء امم امتي في ثلاثه. هو منطق عن الهوى، يعني كل الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لنا فهو وحي. واللي نزل وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ الله امم سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. مين اعلم بيك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. فانزل كل اللي انزله على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، هو علاج. ايوه. هو امثل ما تويتم به الحجامه. تمام. فالحجامه يعني افضل امم واحسن امم وامن علاج. أكيد أكيد. طيب بالنسبة للحامل وبالنسبة للنفساء هل ممكن يعملوا حجامة ولا لأ؟ والله الحامل اول 3 اشهر لو اضطرت فيه، بعض الحوامل بقى عندهم الم في العمود الفقري في الظهر، ما امم اشتغلش في اسفل الظهر تماما، وهتبقى حجامه خفيفه جدا جدا، بالاخص ال3 اشهر الاولانيين. امم طبعا النفساء ما هي ما نعملهاش حجامه، لانها طبعا خارجه من ولاده ووضع، وفي عندها كميه دم خرجت من جسمها، وجسمها اه. ما ينفعش نعمل له حجامه. بينطبق نفس نعم الكلام محدش بينطبق عليها. على الحائض. الحائض ما نعملهاش الحجامه، يفضل غير الحمل، او في الم شديد جدا جدا في اماكن موضعه مضطرين نعمل لها حجامه، بنعمل لها حجامه. نفضل بعد الحيض تماما والتمام منه، تخلص تمام منه. امم او اللي هي المراه اللي عايزه حمل، اللي عندها ضغط هرمونات، اللي عندها مشكله اه في اه. الحمل، بنعملها 5 يوم الدوره. بنبدا من 5 يوم الدوره، او 7 يوم امم الدوره، او 9 يوم الدوره، عشان خاطر العذر امم الشرعي، عشان خاطر نظبط لها الهرمونات بتاعتها. غير ذلك ما تمام. ينفعش نعمل ايام الحيض. امم طيب خلينا نتكلم بقى لو في واحدة جاية لحضرتك هتعمل حجامة. طيب انت بتقولي لها بعض الارشادات المفروض انها تعملها قبل ما تجيلك، وبعض الارشادات بعد ما يعني بعد او قبل ما تعمل الحجامة وبعد ما تعمل الحجامة. ايه الارشادات دي؟ قبل وبعد تمام. قبل وبعد هي اه. قبل الحجامة بنصحها إن هي طبعا تيجي ما يكونش عاملة مجهود عضلي كتير. بنصحها إنها تيجي تكون على الريق
وعريك، ونحط تحت 1000 خط يا استاذه ندى، لان ناس كتير يعني بتقول لها مش عريك واكلة. فبتخلص تصوم قبلها. ناس كتير بتفهم، يعني بعض الاخصائيين بيقولوا عريك يعني انت كده صايمه 12 ساعه، وده خطا. امم. عريك معناها ان انا مغيره ريقي، يعني انا خاصه قال الحشام عريك امثل. فاحنا لما نيجي نعريك يبقى انا مثلا مغيره ريقي قبلها بكاسه ميه بعسل بتمرايه، واكله وجبه خفيفه جدا جدا قبلها ب4 ساعات، يعني واكله حاجه امم. مغيره ريقي. ايوه. تمام. ما اكونش عامله مجهود وتتكل على الله، تعمل يكون واخده طبعا دش قبل الحجامه، عشان خاطر بعد الحجامه هيبقى صعب، مش هتاخد دش بقى في نفس اليوم. امم. ده بنصحها قبل الحجامه. بعد تمام. الحجامه طبعا يفضل ان انا ما انامش بعد 5 ساعات، ما اكلش وجبه دسمه، امم. يعني اكل وجبات خفيفه خفيفه ولقيمات قليل قليل قليل، عشان امم. لو احنا اكلنا وجبه مليانه دسمه او اكلنا وجبه كبيره بتبتدي امم. الدم يتوجه للمعده، فمش هتلاقي الاستفاده اللي عليها. اه. فبتاكل تشرب عصير حاجه طازه، او تاكل فاكهه، او امم. تاكل تمر، تشرب اي حاجه خفيفه، وبتبتدي تقسم الوجبات بتاعتها وجبات وجبات بعد الحجامه، عشان خاطر تلاقي ان شاء الله النتيجه امم. بعديها ان شاء الله. هي بإذن عامه الله بفضل تعالى. الله ما بتعمل صحيحه يا استاذ ندى، لما امم. بتعمل صحيحه الحاله بيبان عليها التحسن وهي خارجه من عند من العياده. تمام، ممتاز جدا. أنا بشكر حضرتك في النهاية دكتورة سماح الحصري، أخصائية التغذية العلاجية والأخصائية في الطب التكميلي والحجامة. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا على هذه المعلومات القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالصحة والعافية. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.